كريم الجزائري تحت المجهر. فندق 103 يثير شبهات تبييض الأموال. يواجه رجل الأعمال كريم الجزائري موجة من الاتهامات الخطيرة تتعلق بتبييض الأموال، وذلك بعد افتتاحه فندق 103,000 فاخر في الجزائر. التحقيقات الأولية كشفت عن وجود شبهات حول مصادر تمويل المشروع، ما دفع السلطات لفتح تحقيق موسع لكشف الحقيقة. وبينما التزم كريم الجزائري الصمت حيال هذه المزاعم، تزايدت التكهنات حول إمكانية تورطه في عمليات غير قانونية. مصادر مقربة منه أكدت أن جميع معاملاته المالية قانونية، مشيرة إلى أن هذه الاتهامات مجرد محاولة لتشويه سمعته. في المقابل، شددت الجهات المختصة على أن التحقيقات ستتواصل حتى يتم التحقق من صحة هذه الادعاءات. القضية أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين داعم له ومشكك في نزاهته. الصحافة المحلية تتابع المستجدات عن كثب، فهل سيتمكن كريم الجزائري من تبرئة نفسه أم أن القضية ستقلب حياته رأساً على عقب؟